اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحبكم دايما في الله. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. يلا استنى بسم الله ونبدأ العمل بتاعنا كده. متنساش بالله عليكم حد حبيبكم النبي تحطوا لايك وشير وسبسكرايب عشان طبعا يوصلكم كل جديد. تعالى نبدأ العمل بتاعنا. حتى كده حلة وطبعا حاطه فيها حبة زيت، وهقولك هنعمل ايه. هنعمل كده حاجة طريقتها سهلة وبسيطة جدا، وولادي طبعا طلبوها مني بجد بتجنن. طريقتها سهلة جدا. ومعلقة زبدة او سمنة بلدي، دي سمنة بلدي والله بارك كده زي ما انتم شايفين تشوح معانا او قصدي تسيح معانا تسخن معانا. وما تسخن معانا هننزل بايه بالفراخ. دي الفراخ زرن بصل مقطعين مكعبات قطع صغيرة زي بصلتين كده كبار حلوين جدا. هنشوحهم مع ايه مع بعض. اللهم بارك. الفراخ دي خليها على جنب، بعدها اقولك هنعمل بقى ايه. اللهم بارك اللهم بارك. طبعا يلا كده العمل بتاعنا نجهز كده واحنا بنشوح البصل. نجهز بقى حاجة عندنا بقى بهارات وعندنا حاجات كتير هنضيفها زي ما شايف. دي نص معلقة توم. عندك توم حب حط ستي ايه 4 فصوص توم. لو عندك 4 فصوص توم قطعهم قطع كده مع بعض تقدري تحطيهم. انا عندي بقى ايه نص معلقة توم مفروم. وعندي بهارات الكبسة ليمون مجفف او ليمون طبعا زي ما شايفين ناشف دورق حبهان طبعا زي ما شايفين اللي هو المسمار اللي هو طبعا قرنفل وقرفة وسنة قرفة صغيرة وكركم وكاري. المهم 7 بهارات كده ونظبطها. وزي ما شايفين صباع عود القرفة. اللهم بارك. وكل ده نقلبه بقى. نعمل ايه حطيناه على البصلايه والتوميه كده. ويلا ننزل عليها بالفرخه غاسلينها كويس جدا ومقطعه قطع حلوه جميله جدا. واللهم بارك. بصوا ميتها ما شاء الله بيضه ونضيفه وزي الفل. يلا اللهم بارك. نسيبها كده او ما نغطيها او ما الشكشك او ننزل ميه فيها. نقلبها تقليبه زي ما انت شايفه كده. تمام اللهم بارك كده قلبناها. وعشان تاخد اللون بقى والريحه بتاعتها وزي ما انت شايفه كده وببركات طبعا الصين. المهم جبت طبعا انا جايبه حاجه خلطة الكبسة من عند العطار جاهزة جدا معاها قرن فلفل. ده اختياري بس قرن فلفل بداية ريحتها وتبقى بحتة تانية. اللهم بارك اللهم بارك. زي مش خلي كده ماشيين مع بعض خطوة خطوة. ده البناتي اللي عاوزين يعملوا طبعا الكبسة الفراخ بالكبسة كده بتبقى طريقة سهلة. زودت انا ايه زودت اللهم بارك زي ما شوف كزبرة حبة فلفل اسود زي ما شايفه كده وحبة كمون. المهم البهارات اللي عندك تقدري تحطيها زي ما انت شايفه كده مع الله بارك كده. ونزود الملح يعني معلقتين ملح. واللهم بارك نقلب مع بعض كده. وطبعا عليه ده طماطميتين بشراهم طماطم بشراها وهنحط كمان هنضيف كمان معاها ايه معلقه الصلصه زي ما انت شايفه. معلقه الصلصه تمام كده تخليها بقى الطعم والريحة في حاجة تظبط بقى طعم الكبسة بتاعتنا. تبقى جميلة جدا. تقليبة كده حلوة. وشمي بقى الريحة بجد. انا اول ما حطيت الطماطم مبشورة وصلصة كده الريحة بص شكشكت جامد بقى. بس الريحة طالعة حلوة اوي. اولادي يعني مش مصدقين ان ريحتها جميلة كده. وكان كمان طعمها احلى وجميلة جدا وطريقتها سهلة جدا. انا بعلم بناتي اعصر عليها كده عصرة ليمونة. نص ليمونة نعصرها عليه. بعلم بناتي ايه الكبسة لانهم بدل ما يشتروها من بره لا يعملوها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وكمان تطلع معاكي احلى واجمل من بره بكتير. ده لبناتي وبناتنا جميعا. بناتكم اللي عايزين طبعا يعملوا الكبسة بطريقة سهلة. مسخنة مية. انا الكتل بتاعي بايظ. المهم ايه عادي سخنة مية ونزلت على كده بالمية السخنة المية المغلية عامة. ويلا بقى كده تعمل نسيبها لما الفراخ تاخد اللون والطعم وريحة الكبسة مع بعض. هتبقى لونها تغلي كده مع الغليان هتدي بقى ايه. اللهم بارك ما شاء الله تاخد الطعم وريحة حلوة جدا جدا جدا. اللهم بارك نغطيها. يلا نسيبها. وشو بقى لو ورانا حاجة نقدر نعملها لحد ما ايه ما شاء الله. بس ما شاء الله نقول طب متى زدت عليهم مكعب ماجي وهي لسه هتبدأ تغلي ايه. تمام اللهم بارك اللهم بارك. ورشة السكر اللي دايما معتدل بحب دايما احطها على طول رشة السكر. نسيبها بقى تغلي كده. وتعالي ما شاء الله شوف بس غلت. وشمي بقى الريحة اللي واصلة. اقول لك ايه واصلة اللي 7 جار زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام
وصّانا. فالمهم إيه، عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك، اللهم بارك. زي ما شايف كده ما شاء الله كانت استوت خلاص الفراخ معانا. بصي لونها طالع حلو ازاي، لونها طالع جميل جدا. ما شاء الله. نطلعها كده في الصينيه اللي انا ايه هعملها فيها، وما شاء الله زي ما هي كده الفراخ مش ناقع فيها حاجه خالص. انا طلعت الفراخ زي ما انت زي ما شايفين كده زي ما هي، ومشغله الفرن الشوايه. واللهم بارك. وهحطها كده تحت انا بزود بس حبه ميه. تمام كده. ودي جزرة بشراها مع ده كمان طعم ريحة حلوة جدا. حبيت ان احطها كده في الاخر وهنسيبها طبعا لما تغلي. ولما تغلي هقولك ايه نعمل. غلت انا هاخد بس حبة من الخلطة بتاعتنا او الشوربة، شوربة الكبسة. نحطها فين؟ احطها على الفراخ على الوش، واحطها تحت ايه الشواية. هتاخد معانا اللون يعني بصي كده حمر كده خفيف، لان هي مش محتاجة لونها جميل، بس زي لون المستردة لونها جميل جدا جدا، وطعمها كمان اجمل واحلى بجد يعني حلوة جدا. اللهم بارك. عملناها بص بطريقة سهلة بسيطة من غير مواعين كتيرة ولا اي حاجة خالص. اللهم بارك. كلها يعني كلها يعني اعتبر حلة وصينية. تمام. عندي بقى كيلو رز بسمتي غسلته كويس ونزلت عليه في نفس المية، مش كتيرة بالعكس المية مظبوطة جدا. واللهم بارك. هحتاج كمان ممكن حبة مية صغيرين بتاع نص مج كده كمان، او اقل من نص مج. وتمام كده كده. هي كانت محتاجة حبة ملح، رشيت بس حبة نص معلقة. تمام كده. اللهم بارك اللهم بارك. نغطيها ونسيبها لما يستوي معانا مع بعض كده. واللهم بارك. هتشوف كده ما شاء الله السوا بتاعه كده. انا وطيت النار عليه بصي ما شاء الله مفلفل حلو جدا، ومية مش كتيرة لا. هو ايه رشته بس رشة مية اقل من نص كوباية كمان. اللهم بارك زي ما شايفة كده. تمام. وما شاء الله ما شاء الله كان خلاص. زي ما شايفة اهي تمام كده. طبعا نعمل سلطة الدقوس او الدقوس زي ما انتوا شايفين. سلطة الدقوس دي عندي بقى ايه، احط ايه يعني نص معلقة صغيرة توم مفروم وطماطم. يعني كام 3 حبات او 4 حبات طماطم زي ما انت شايفة كده. وقرن فلفل ده اختيار بس بيديها طعم ريحة حلو قوي. حب كزبر بص انا زدت بالنص المعلقة التوم مفروم وادي الفلفل. وننزل بقى بالايه حبة الكزبرة. كزبرة بقى الدونس اللي عندك، بس بتبقى الكزبرة بتدي بقى ايه ريحتها وطعمها في حتة تانية. اللهم بارك اللهم بارك. تعالي ننزل زي ما شايفين كده بليمون نعصره كده ليمون. ننزل بقى بالحاجات السوائل وطبعا والبهارات. ادي ليمونة عصرناها كويس جدا زي ما شايفة. وننزل بايه زي ما شايفة كده معلقتين خل او معلقة. تمام. او معلقة. انا نزلت معلقة بس سويت معلقتين. وده زيت زيتون ده اختياري، لو عندك ما عندكش انزلي باي زيت عندك تقدري تنزلي بتاع معلقتين ايه 3 معالق. تمام كده. وننزل بالملح. طبعا ده معلقة ونص ملح او معلقة بس صغيرين يا جماعة، معلقة صغيرة بتاع التوابل. نزلت بالكزبرة فلفل اسود. طبعا البهارات اللي عندك تقدري تحطيها بس ادي عود الكمون. اللهم بارك كده ايه يعني ما شاء الله. هو فلفل اسود وكزبره وكمون. تمام. عندك بقى الطعم حلو قوي وحاجه كده جميله جدا. كبه او في الخلاط، عندكش كبه في الخلاط انا عملتها معاكم قبل كده في الخلاط. سلطه الدقوس دي جميله جدا. سلطه الدقوس جميله جدا جدا وطعمها حلو قوي قوي قوي. انا بنتي بتعملها في اي وقت، مش لازم يعني يكون مع الكبسه، لا في اي وقت بتعملها. اللهم بارك. بتعملها كده وجنب اي اكل هي حباها، جنب رز جنب اي حاجه هي حباها بتقدر تعمل. زي ما شايفه عملناها بص ريحتها كانت تجنن. بص هنفرمها بس يعني فرمه مش هنعمه. اللهم بارك اللهم بارك. بنتي عملت تاني زي ما شايفه بص طعمها وريحتها حلوه، كانت بتاكل فيها عامه. آه وشوف الطبق زي ما شايفين. وده ما شاء الله طلعت الفراخ خدت اللون والريحه ما اقولكش كده. انا خلصنا الاكل بتاعنا. اللهم بارك وما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم بارك كده. علمنا اولادنا الكبسه الجميله بطريقه سهله وبسيطه. الكبسه السعودي بس بطريقه سهله وبسيطه لاولادنا اتعلموها وعرفوا طبعا بناتنا يعرفوا يعملوها. بس الرز ما شاء الله فلفل بص الحبان بقى والحاجات دي تقدروا تحشيها عادي. هي كده تمام كده. خدنا الطعم وخدنا الريحة، نقدر نحوش الحاجات دي كلها، دي مش مشكلة. المهم ايه انا كنت يعني بحط كده بنوتي كانت جعانة. فالمهم مكانش لسه
اخواتها جم طبعا من برا. فمهم ايه، فحبيت اللي انا احط كده وفي الوقت ده يعني هي كانت يا دوبك معلقتين ومكانش كله. فانا حبيت بقى اللي انا احط كده قدامكم او اعرف كده قدامكم طبق ما شاء الله، واحط كده عليه فراخ. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. بص عملنا الكبسه بطريقه حلوه وجميله وسهله، اي بنوته تقدر تعملها. اقول لكم بقى ايه، متنساش تجربوها. علمي بناتك تعمل حاجه في البيت، في المطبخ يحبوا المطبخ، قوليني يشتروا حاجه من بره. طبق زي كده تقدري تحطي عليه بقى، وتحطي تغرفي في اي طبق توزعي عليه الفراخ، وتحطيه كده. التقديمه يبقى جميل جدا جدا. التقديم كده يبقى حاجه كده جميله جنب السلطه، وتبقى حاجه حكايه. اقول لكم اسيبكم بقى في رعايه الله. متنساش دايما تذكروا الله يذكركم، متنساش دايما تحطوا لي لايك بالله عليكم. واسيبكم دايما في احسن حال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طريقه الفراخ بصي ما شاء الله مستويه وجميله، وهتعجبكم جدا.